السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى فيديو جديد وفيديو ممتع ان شاء الله. وتعالوا نشوف يومنا عامل ازاي ونشوف هنعمل ايه. يومنا سهل كده وبسيط ان شاء الله ويوم جميل. وتعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. مش عارفة اتكلم من بتاع الطماطم كل يوم وبيجي في وقت متأخر قوي، يعني مش عارفة ليه. إيه، بس والله اسعاره حلوه قوي. يعني عايزه اقول لكم المشكله بتاعته بس ان هو بيجي في وقت متاخر بالليل، بس اسعاره حلوه قوي. معرفش حاجته بقى حلوه ولا لا بصراحه. ما شفتهاش او ما بجيبش منه. بس اللي هو عامل لي ازعاج دلوقتي وانا بسجل لكم الفيديو. يلا ربنا يرزقه ويرزق يا رب كل شقيان. بصوا بقى هنعمل ايه. انا معايا دقيق ده اسمر يا جماعه، وحطيت عليه بس تقريبا كيلو دقيق من الابيض. طيب انا عاملاه دقيق اسمر، حطيت عليه ايه؟ دقيق اسمر اللي هو دقيق قمح كامل، يعني مش دقيق اللي هو بتاع الفينو الابيض. فاهمين قصدي؟ طبعا في حبة كاملة اللي هو بيبقى الدقيق الاسمر، وفي اللي هو الدقيق الفاخر اللي بيبقى ابيض. انا حاطه الاتنين على بعض، بس هو هنا الاسمر اكتر يعني. تقريبا 3 كيلو دقيق من الاسمر وكيلو بس من الابيض. تمام. حطيت عليه ايه؟ معلقه كبيره من الخميره، حطيت معلقه سكر كبيره، معلقه ملح، وهبدا ان انا اعجن زي ما انتوا شايفين كده. طب انتي بتعجني ايه بقى كده؟ قولي لنا. بنعجن شويه عيش كده. يعني عايزه اقول لكم بجد والله العظيم احلى واطعم عيش اللي بتعمليه في البيت، ولا تقولي لي لو جايباه منين. حتى مفيش اطعم من العيش اللي انتي بتعمليه في البيت وتكوني كده عجناه بايدك وبتقعدي لا، الموضوع مختلف بجد. طيب المهم بقى نيجي بقى للعجن. هنا زي ما انتم شايفين اول حاجة لميت العجينة، بس احنا النهاردة هنعجن العجينة طرية شويتين تلاتة. طب ليه؟ علشان هنعمل عيش من اللي هو بيترح. تمام كده، مش هنستخدم فيه مردانة ولا اي حاجة. هفضل بقى الم الاول في العجينة واعجنها كويس، وبعد كده هزود شوية مية بشوية مية لحد ما الم العجينة بتاعتي وتديني القوام اللي انا عايزاه. على فكرة المية دي مش سخنة طبعا، بتغلي يا دوبك، بس انا دفيت شوية مية كده في الكتل وهشتغل بيهم زي ما شفتوا. مش مية سخنة عشان ما تبطلش مفعول الخميرة. يا عم الحاج والله خلاص مش عايزة ولا بصل. عارفين سبت الطماطم، انا سامعاه دلوقتي سبت الطماطم بكام؟ ب80 جنيه. تمام. ب12 ونص البسلة. شفتوا؟ بجيب لكم الاسعار وانا قاعدة مكاني اهو. وكان بيقول دلوقتي الليمون ب10 جنيه بس. مش عارفة بقى، اكيد ليمون قضاليا، لان الليمون التاني غالي جدا. انا جايبة امبارح الربع ب14 جنيه، مش عارفة ازاي ده الكيلو ب10 يعني. بس اكيد ليمون قضاليا. والطماطم ب4 جنيه والسبت اللي هو على بعضه 25 كيلو ب80 جنيه. شفتوا الأسعار عنده رخيصة ازاي. والبسلة كانت جارتي جايباها وبتقولي جميلة جدا، بس أنا طبعا خزنت خلاص. كانت بتقولي مليانة وحلوة، وكانت جايباها منه ب12 ونص. تمام. فأسعاره بصراحة يعني تنافس الجميع. بصراحة والله أسعاره أنا مش بشوفها في السوق خالص، بس ما شاء الله يعني. كويس ان هو يعني في لسه الاسعار دي. المهم هنا حطيت معلقتين زيت بقى على العجينه، وزي ما انتم شايفين العجينه طريه ازاي، ولسه هطريها شويه كمان. طيب هي بتبقى طريه جدا زي ما انتم شايفين، بتلزق كده، بس طبعا لما بتخمر مش بتلزق كده خالص، ما تقلقوش يعني. هفضل بقى ان انا اعجن فيها لحد ما تلاقي العجينه بتمط في ايدك كده وناعمه وكلها اتلمت على بعض. تمام زي ما انتم شايفين. بصوا، هتحسونا بنعمل زلابية مش عيش، بس طبعا دي لا، تقيلة شوية عن عجينة الزلابية يعني. ليتي واعجني كده لحد ما العجينة تظبط معاكي، وكمان يبقى فيها عرق. طب انا حطيت ليه كيلو دقيق من الابيض؟ علشان يا جماعة الدقيق الاسمر ده مش بيبقى فيه عرق قوي زي الدقيق الابيض. فعلشان يبقى احسن في الرح، طبعا في غلة ما شاء الله بتبقى او نوع قمح يعني بيبقى فيه عرق وجميل جدا، بس طبعا في الدقيق الابيض بيبقى احسن يعني. فهنا حطيت، عشان كده حطيت عليه كيلو ابيض، وكمان عشان ما يبقاش لونه غامق قوي. انا عاملاه دقيق اسمر علشان كانت انتوا عارفين يعني لما ماما بتكون عندي، حتى العيش اللي انا بشتريه من بره بشتري دقيق اللي هو، قصدي العيش اللي هو برده الاسمر، علشان هي مش بتاكل عيش ابيض. تمام. فقلت بقى بما ان هي موجوده فاحنا هنعمل العيش ده، لان هي بتحبه عشان بيكون طري جدا بالنسبه لها يعني، وبدقيق اسمر كمان ورده، يعني بالنسبه لها مفيد برضه، عشان هي مش بتاكل الدقيق الابيض اللي هو الحبه، الدقيق الابيض الفاخر يعني.
تمام. بصوا هنا بقى سبته ساعة، طبعا بعد ما عجنته وغطيته سبته ساعة تقريبا، لقيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله خمر خلاص تمام. هجيب بقى الردة دي يا جماعة اللي هي النخالة بتاعة الدقيق الاسمر او دقيق الغلة. فهنا هبدأ ان انا اقطع العيش زي ما انتوا شايفين. طبعا العجينة زي ما انتوا شايفينها كده، ما تقلقوش على فكرة، في ناس بتعملها اطرى من كده، بس انا يعني بما اني دي مش العيش ده مش كنا بنعمله على طول، يعني اللي هو أنا متعلماه بمجهود ذاتي كده، اللي هو مش قوي يعني فيه بصراحة، عشان ابقى صريحة معاكم، مش بعمله على طول. في ناس بقى متخصصة في العيش ده ما شاء الله عليها، وبتكون عاملة العجينة دي، لانه بيبقى ليه بلاد معينة اصلا بتعمل العيش ده. فده اللي هو انا ايه، قعدت احاول فيه كده من طبعا من سنين يعني، لحد ما الحمد لله بقيت اعرف اعجنه واظبطه، ما حدش علمهوني، اللي هو لوحدي كده. فالمهم انا بعمل العجينه مش طريه قوي، علشان اعرف اللي هو ايه اسلك فيها. في ناس بقى بتعمله شبه الميه كده، اللي هو بيبقى طري جدا جدا جدا، بس انا لا، ما بفضلش بصراحه العجينه تبقى كده. فهبدا ان انا اقطعه، بمسح ايدي مسحه زيت كده، وابدا اقطع على حسب ما انت عايزه. دي هتكون الرغيف متوسط مش صغير، عايزه تصغري عن كده زي اللي بيتباع بره كده في الافران، فممكن تصغري شويه التقريصه او التقطيع عن كده. حابه تعملي زي ما انا هعمل في الطريقه اللي انتوا هتشوفوها يعني، او الحجم اللي انتوا هتشوفوه. تمام، قطعي زي ما انا مقطعه. بصوا سبته بقى 10 دقايق كده على ما الفرن سخن، وهبدا ان انا يا دوبك بصوا بفرده كده. انا طبعا طلعت رغيف بس عشان كنت بشوف الفرن سخن ولا لسه، او الرغيف ده ساعات بيبقى الفرن مثلا لسه ارضيته ما سخنتش. هنا ماما نزلت قعدت معايا عشان ما اسيبهاش بقى تقعد لوحدها، كانوا الولاد ايه هيزهقوها لو قعدت معاهم لوحدها، فقلت لها لا تعالي اقعدي معايا، قالت لي ماشي. فالمهم بقى ايه، بدأت ان انا احط العيش كده زي ما انتم شايفينه، بريحه على ايديا من غير بقى اي مردنه ولا اي حاجه. انا عاملاه متوسط زي ما قلت لكم، مش الرغيف كبير قوي ولا صغير قوي. يعني ما بيتفردش بايديا، بس كده من غير بقى ولا مردنه ولا اي حاجه. طبعا بيستوي على نار عالية، بس بهدي طبعا الأرضية بتاعته عشان ما يتحرقش، اللي هو بتبقى يعني يا دوبك تسخن كده، وببدأ ان انا اهدي النار من تحت، وبعلي الشواية علشان الفرن يكون سخن، ويبدأ ان هو يسوي العيش وينتفخ معايا بسرعة. آه، بس بحط شوية كده من الردة يا جماعة اللي هي نخالة الدقيق، وافرده شوية صغننين بايديا كده. انا بشوف هنا بس الفرن كده لسه على فكرة، كنت كل التلات او 4 ارغفة دول كنت بظبط الفرن، وببدأ ان انا اريحه صغنن كده. بصوا انا بريح على قد يا جماعة، مش بروفيشنال قوي في الرح. اظبط بقى الاطراف بتاعته كده، بس كده نحدف في الفرن. طبعا انا واخده على العيش اللي هو بالمردنه اكتر، عارفينه طبعا العيش اللي هو مثلا بقطعه على 2 او على 4، اللي هو العيش الفلاحي التاني، اللي هو فيه انواع كتيره من العيش الفلاحي، على حسب بقى انتي كنتي متعوده على ايه اكتر. ده اللي احنا كنا متعودين عليه، اللي هو انا بشقه 2 كده او 4. ده مش زي ما قلت لكم مش بعمله كتير، وما كناش بنعمله بصراحه قبل ما انا اتجوز يعني وكده. فاللي هو ماما معلمتهونيش اعمل فيها ايه طيب انا بقى دلوقتي، لان ده مش من الانواع العيش اللي هي برضو كانت تعرفها او كانت بتعملها على طول. تمام. ففي على حسب بقى انتي في اي بلد، في بلاد طبعا متخصصة بس في العيش ده، ما شاء الله عليهم بيبقوا شاطرين جدا جدا فيه. بس يعني ايه الحمد لله، الى حد ما شغال بعرف اعمله برضه. كنت عملته معاكم قبل كده بس اللي هو الصغير، بس ما شاء الله عايزه اقول لكم بيطلع طري جدا جدا، يعني مش بيبقى محتاج مجهود كده وانتي بتاكليه، لانه بيبقى طري وكمان بيبقى سهل في النضغ. شايفينه من جوه عامل ازاي؟ ده بقى شيليه كده في الفريزر، طلعيه سخنيه في الميكروويف او سيبيه يفك، بيبقى تحفه. اهو هفرد بس بايديا كده، بس لانه سهل جدا 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 في الفرد، ما بياخدش مجهود ولا اي حاجه. بس انا بحاول بس اسوي ايه الحروف عشان ما يبقاش فيه حرف سميك وحرف لا. و
على فكرة كل ما بيقعد اكتر بيخمر، يعني بيبقى احلى واحلى. يعني انا مثلا ايه، اول ما بدأت فيه الكام رغيف في الاول كده ما كانش لسه ارتفع قوي، مع اني سبته شوية على ما الفرن سخن. بس الاحسن لو سبتيه مثلا تلت ساعة كده بيديك نتيجة احسن في الفرن طبعا. وكمان كل ما النار بتكون عالية عليه بيستوي بسرعة، وكمان بينتفخ احسن. واصلا الانبوبة عندي كانت بتشطب، كانت حالتها صعبة بصراحة. ف نجيب ده بقى كده على جنب ونحط التاني. وما شاء الله بيستوي بسرعة جدا، يعني مش بيبقى محتاج وقت في الفرن ولا اي حاجة. اجيب لكم كده من قريب. شاهد اللي كانت بتصور معرفش كانت لوحاني كده ليه، بس مش مشكلة، حصل خير. ادي كده شكل الرغيف، طبعا شكله يعني تحفة، مش عايز كلام، مش عايز كلام. نظبط بس شكله كده وندخله الفرن. شفتوا اسهل من كده؟ ولا محتاج بقى ان انتي دراعاتك توجعك من الفرد ولا الكلام ده كله؟ يعني اللي هو في ثواني بجد هتخلصي، لو حتى عاملة قد الكمية دي مرتين تلاتة هتخلصيها لوحدك ومش هتتعبي، لانه مش متعب بجد في الفرد. يعني ممكن تعملي منه كمية وبيبقى حلو وسهل جدا. آه بس كده. هي مش عارفة، هي بتجيب لكم الفرن. انا كده خلصت الكميه. وعايزه اقول لكم والله انا كان عندي اكل اصلا، يعني كان عندي غدا وخلاص، اللي هو مش هعمل حاجه تاني النهارده، انا هعمل العيش، وكان عندي بقى الغدا اللي احنا هنتغدى بيه في التلاجة. بس ايه، لقيتهم بيقولوا ايوه احنا عايزين، لا بص اللي هو كل واحد ليه حلم. يعني العيش ده شاهد تقول لي ده عايز سندوتشات كبده، بما انه شبه العيش اللي برده اللي احنا بنجيبه، فانا نعمل فيه سندوتشات كبده. واحمد يقول لي لا خليها سندوتشات سجق. فالمهم ايه ماما هو بيبقى حلو مع صينيه البطاطس. فانا عملت ايه؟ سمعت كلام امي طبعا. يعني انا ازعل امي عشان خاطر عيالي؟ اكيد لا. بصوا شايفين ما شاء الله طري ازاي وتحفة. فرحت عاملة ايه، قلت بالنسبة لي انا اسهل حاجة اللي امي قالته، هي صينية بطاطس وحلو قوي عليكم كده. ده انا يعني كده مكرماكم، انا كنت اصلا هاكلكم الاكل اللي موجود في التلاجة. كان في بواقي فراخ ورز بقى، وكان في قلقاس وحاجات كده. فالمهم كنا هنعمل كده، بس قلت طالما امي قالت يبقى بيبقى حلو مع صينية البطاطس، يبقى احنا نعمل صينية بطاطس. والله ما مكسره لك كلمة يا حاج. بعد شهد بقى جابت لي بطاطس، وهي غسلتها كده زي ما قطعتها طبعا الاول، وغسلتها غسلة حلوة. وبعدين قطعت برضو بصل زي ما انتم شايفين كده، حبيتين من البصل. شهد بتقولي هو ينفع تعملي صينية البطاطس من غير بصل؟ اصل انا مش بحب البصل في الاكل. قلت لها ازاي يعني؟ ده صينية بطاطس دي اساسها كده البصل بيخلي طعمها تحفة. حطيت كمان توم وفلفل اخضر. هحط بقى البهارات، معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة، طبعا معلقة صغيرة من كل اللي احنا قلناه ده، وشوية شطة كده صغننين. وهحط ملح. شفتوا أكلة أسهل من دي؟ مع إنها عايزة أقول لكم من غير ولا لحمة ولا فراخ، يعني صينية بطاطس كده اللي هو أرداحي زي ما بنقول، بس والله كان طعمها زي العسل. عايزة أقول لكم كان طعمها أحلى من اللي بتتعمل بالفراخ واللحمة كمان. هتقولوا لي ازاي؟ يعني هقول لكم والله كان طعمها فعلا جميل جدا. بص انا بدعك الاول البصل بالتوابل. قمت طبعا غسلت ايدي، طبعا عندي الشقة تحت فيها مية وكل حاجة. فرحت غسلت ايدي ورجعت بقى ايه صفيت عليهم الطماطم. تمام كده، تمام كده، احلى صينية بطاطس واسرع واسهل اكلة. حطيت طب والله ماما كانت دايما ايام زمان برضو تعمل لنا صينية البطاطس كده جنب العيش وهو بيتخبز، الرز المعمر، الحاجات الحلوة بتاعتنا بتاعت زمان دي. فحطيت بقى صينية البطاطس. الفرن يا جماعة سخن وحامي، فهيغلي صينية البطاطس على طول، مش محتاجة احطها على البوتاجاز. لو مثلا انا بعملها مفيش حاجه، او الفرن لسه هشغله، فممكن احطها شويه على البوتاجاز. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ يعني اخدت نقول مثلا تلت ساعه نص ساعه كده وكانت استوت. وانا يعني ما خليتش فيها صوص كتير، بس بجد شكلها اصلا تحفه، ومش لازم ولا لحمه ولا فراخ، والدنيا بقت زي الفل اهي. هما ياكلوا بقى الفراخ اللي كانت مشويه فوق. و
بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو سهل كده ولذيذ وبسيط. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.